بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. أهلا بكم في قناة جوه الطاحونة. النهاردة أنا جاي أحكي لكم عن قصة معجزة البابا كرولوس السادس عملها مع طفل غير مسيحي. القصة بتبتدي لما أعطت سيدة مسيحية بالأسكندرية شخص صورة كبيرة لقداسة البابا كرولوس علشان يعمل لها برواز مناسب ليها عشان تعلقها في المنزل. والشخص ده فعلا عمل لها البرواز وأحضره لهم. لكن فوجئ ان لما جه يخبط على البيت فوجئ ان السيدة ديت مش موجودة في البيت. فهو قال بدل ما ارجع بيها المشوار ده كله، فاضطر ان هو يخبط على جار من الجيران اللي قدامها. فلما فتحت قال لها من فضلك لما الست فلانة دي تيجي بديها البرواز ده. فهي لما بصت لقت صورة ابونا، صورة البابا كرولوس، هي كانت غير مسيحية. فانصدمت بس خجلت منه، قالت له انا ما اقدرش اخدها علشان انا جوزي عصبي شوية وما ينفعش ان الحاجة دي تكون عندي. فمهم تنو الشخص ده يلح عليها، معلش انا مشواري بعيد، انا ما ينفعش ان انا مثلا ارجع بيها المشوار ده، فشيليها عندك هي كلها. انا كلمتها هي كلها ساعة وهتكون موجودة وهتيجي تاخدها منك. فهي اتحرجت وخدت منه البرواز. وبعد ما قفلت الباب ففكرت في ان جوزها المتعصب ده هيعمله اذا شاف البرواز ده يعني. وبدأت تخاف. وبعد كده قعدت تفكر شوية، قالت ايه؟ قالت طب ما اخد البرواز ده شيله تحت السرير للصبح، وهبديه لجارتي ديت لو ما سألتنيش عنه بكرة الصبح بعد ما جوزي ينزل الشغل. وكان للأسرة ديت ابن مشلول نايم على نفس السرير اللي حطه تحتيه برواز قداسة البابا كرولوس. وفي الفجر جاء الأب والأم بدخول ابنهم عليهم في الحجرة وهو بيمشي على رجله شكله طبيعي بلا أي مرض. اتصدم الأب والأم، ولما سألوه ايه اللي حصل، ايه ده انت ماشي على رجلك ازاي؟ فأجاب الطفل ده وقال لهم كان في قسيس طويل وعريض شوية كده جه شافاني وقال لي خلاص انت خفيت، قوم روح لابوك. بقول له مش عيب تحطوا الضيوف تحت السرير؟ فانذهل الأب من الكلام. كانت الزوجة تحكي له القصة كلها واللي عملته لتتجنب غضبه لأنه شخص عصبي. راح الزوج ونزل تحت السرير وخرج الصورة من تحت السرير. وصمم الراجل ده على الاحتفاظ بالبرواز لأنه عمل معجزة لابنه، وقال أنا هعلقه في شقتي. لها لما مسك البرواز قال لها أنا طالب منك طلب. فقالت له اتفضل. قال لها مين اللي في الصورة ده؟ قالت له ده قداسة البابا كرولوس. قال لها أنا مستعد إن أنا أخده وأدفع لك تمنه. الصورة دي تعلقها عندي. قالت له اشمعنى وانت شخص غير مسيحي؟ قال لها لانه عمل معجزة وندى على ابنه فشافته ماشي على رجله، قالت باسم الصليب. فاستغربت، بس ما استغربت في يعني ان ازاي البابا كرولوس يعمل معجزة مع شخص غير مسيحي وما طلبهوش. مش هفرط في الصورة ديت. وبعد كده الشخص ده يعني صارت علاقته بالمسيحيين طيبة جدا جدا. بركة البابا كرولوس السادس فلتكن مع جميعكم امين. لو سمعت القصة لحد كده ومشتاق لسمعان معجزات تانية، ما تنساش تدعمنا باللايك وتعمل اشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد.